ودخل الباب الشمالي من الجامعه كسر ودخلوا الجامعه باعداد كبيره حقيقه من كل الاطراف. اجهزه كمبيوتر واجهزه لاستخدام في الصفوف للعمليه التعليميه. هذه جزء من الكراسي وجزء من أثاث هذا المبنى اللي دمر. هذه أي مبنى؟ مبنى 20. مبنى 20. مبنى 20. ماذا يضم المبنى 20؟ شو اللي يضم هذه المبنى؟ دكتور أسامة شنو هو في المبنى هذه؟ مركز اللغة الإنجليزية. مركز اللغة الإنجليزية نعم. إذا نقدر نقول مركز اللغة الإنجليزية في جامعة البحرين دمر بالكامل. هو هذا مبنى جديد دكتور، يعني مبنى حديث في مجهز بأحدث الأجهزة. الآن لو تشوفه تقول هذا زلزال صاير فيه. كان شوفه دكتور. شوفه بالضبط. ويعني انا اذا تسمح لي حقيقه يعني في هناك شعارات كتبت على الجدران في داخل هذا المبنى حقيقه نفس الشعارات تنال من الدوله ورموز الدوله، فهذه يعطينا مؤشرات يعني يتساءل البعض يعني ما ذنب هذه المؤسسه التعليميه اللي تخدم كل شعب البحرين، تخدم كل الفئات، ان تدمر هذا اليوم بهذه الطريقه، وأن يسقط ضحايا نتيجة هذه الأعمال اللي حدثت هذا اليوم في جامعة البحرين. لا يمكن أن يكون في عدد من مناطق البحرين سلوك طلابي، يعني لا يمكن أن يكون سلوك طلبة. هذه يعني شيء يعني لا يعرف. بالفعل سؤال، هل هذا هو سلوك طلبة جاءوا للتحصيل العلمي ولتلقي العلم ولكي يرتقي وطنهم بهم؟ يعني مناظر صراحة مؤسفة، مناظر مؤسفة اللي قاعدين نشوفها الآن. يعني لا يعني البحرين الآن أنا واثق من كلامي. البحرين اللي يقول هذه البحرين، هذه صار في البحرين اليوم، هذه اللي صار في جامعة البحرين اليوم، هذه غيرة الإنسان على وطنه وعلى ممتلكات وطنه، وهي ممتلكات عامة تخدم الجميع. يعني أين الغيرة على الوطن؟ أين؟ يعني أريد الآن الجماعات اللي تتكلم عن حرية التعبير والتظاهر السلمي وحق التعبير السلمي، عن الجمعيات السبع المعارضة اللي كل يوم عندهم بيان وكل يوم عندهم فعالية في دوار مجلس التعاون، نبي تعليقهم على اللي صار، على السلمية اللي شفناها اليوم واللي أسقطت وكشفت الأقنعة. أخوي محمد بس لازم أوضح نقطة هنا جدا مهمة. ترى في هذه المبنى حوصروا طلبة في الطابق الثاني. المسألة ليست نكسر كرسي أو جامة، معلش هذه تتعوض، ولكن الأرواح، الناس اللي حوصروا بغرض الاعتداء على الجسم على النفس في هذه المبنى لمدة ساعة ونص، يعني حاصرينهم في هذه المبنى إلى ما يا قوات الشغب وشالوهم. يا حقيقة يا جماعة يعني شيء غير معقول. أخوي محمد اللي شفناه اليوم أنا لم أتوقع من طلاب جامعة البحرين. أنا صار لي تقريبا 4 سنوات رئيس لهذه الجامعة. لم أتوقع طلاب جامعة البحرين أن يتعاملون مع بعض بالصورة هذه. إن كانوا يريدون ينالون من بعض، يريدون أن يعني يجرحوا بعض، يريدون أن يصلوا إلى أجسام بعض. أنا لم أتوقع هذا. الدولة دفعت الكثير من الملايين لهذه الجامعة الوطنية ودعمت الطلبة. كل طالب في جامعة البحرين مدعوم، ليس الفيز اللي دفعه هو الفيز الحقيقي، إنما مدعوم ب94% من قيمته الحقيقية. وغير طبعا الطلبة المعفيين اللي قرابة 2000 طالب معفي بالكامل صحيح من الدولة. فلم أتوقع هذا أبدا من أهل البحرين. من أهل البحرين هذا لم أتصور أن طلاب جامعة البحرين يصلوا بهم الحال إلى هذا، إلى ما احنا عليه. يعني هذا يدلل، هذا يبين ما كنا نشير له من البداية من استشراء الطائفية، وأن تنحو الحركات أو التحركات إلى منحى طائفي يصل بالبحرين إلى هذا الحال. ولكن يعني مناظر مؤسفة. أنا يعني ما أريد أشوف هذه المناظر، لكن حتى نعرض للرأي العام، نبين الرأي العام، ونبين الرأي العام البحريني قبل العربي وقبل الأجنبي، ونقول لهم ونقول حتى للإخوان في التلفزيون: اعرضوا ما لديكم، وضحوا للناس الحقيقة، قولوا لهم شنو اللي صاير بالضبط.
لا تخلون الناس يتجهون إلى قنوات مغرضة من أجل أن يعلموا عن أخبار بلدهم وأخبار وطنهم. ونحن شاكرين لكم طبعا اللي هي، وهذه دعوة حق كل المسؤولين أيضا دكتور. كل مسؤول يدير لغط ويدور لغط حول أداء